ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل وصفه من اروع الفيديوهات اللي انا حابه اشاركها معاكم بجد، وهي ان احنا نحول الجبن القريش لجبنه كريمي تبقى زي الكاسات اللي احنا بنشتريها من بره، واحسن كمان 100 مره. اللي بيميز الوصفه بتاعتنا دي عن اي وصفه تانية ممكن تكونوا انتوا شفتوها او جربتوها، وهي مكونين. اول حاجه الأطعمة اللي احنا هنعملها، هنعمل 4 أطعمة هيغيروا وهيعملوا فرق كبير تماما في الجبنة. هيحولوا الجبنة من جبنة قريش لفعلا جبنة كاسات بأطعمة مختلفة طعمها حلو جدا، احنا شارينها من بره. ال4 أطعمة هم فعلا الجوكر بتوع الوصفة دي، هم اللي هيعملوا فرق كبير جدا في الوصفة. المكون التاني اقول لكم عليه واحنا شغالين. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو. يلا نبتدي. اول حاجة انا عندي حوالي 3 قوالب ونص من الجبنة القريش، هحطهم في كبة وهحط عليهم عصرة نص ليمونة او معلقة كبيرة من عصير الليمون، وهضربهم ضرب ناعم جدا لغاية ما اوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه ده. ما يبقاش فيه اي كلكعة نهائي للجبنة خالص، تبقى جبنة كريمي تماما زي ما انتوا شايفين كده. قوام متماسك بس كريمي قوي، ناعم جدا، مفيش اي تكتلات خالص للجبنه القريش. هنبدا بقى نضيف المكونات بقى اللي هي هتفرق معانا وهتعلي الطعم وهتخلي بجد الجبنه دي جبنه كريمي جدا. اول حاجه احط 4 مثلثات من الجبنه النستون او معلقتين كبار من الجبنه الكريمي، 3 معالق كبار من القشطه البلدي، ومعلقتين ل3 معالق كبار من زيت الزيتون. وهنا بقى المكون اللي انا قلت لكم عليه في بدايه الفيديو، وهو اللبن. انا استخدمت حليب رايب او لبن رايب، ما استخدمتش حليب عادي. الحليب او اللبن الرايب اللي انا استخدمته ده هو اللي هيعمل قوام متماسك كده كريمي قوي للوصفه دي. كمان مش هيخليها سايله قوي لان اصلا اللبن الرايب بيبقى تقيل، فبصوا هو اللي مخلي الجبنه عامله القوام ده. تقدروا طبعا تستغنوا عن لبن الرايب وتستخدموا حليب عادي، بس هو فعلا هيعمل فرق معاكم في الوصفه. تاني حاجه بقى هنعمل بقى الاطعمه الخطيره بقى اللي هنبتدي بيها. الطعم ده هيبقى بطعم الفلفل الرومي المدخن مع شرايح الزيتون الخضراء. الطعم ده بجد من اروع الاطعمه اللي انتم ممكن تكونوا جربتوها قبل كده، طعم خطير. الفلفل انا شوياه في الفرن برشه زيت زيتون رشه ملح، وبعد كده بطلعه واغطيه 5 دقايق بس ببلاستيك راب او اي كيس تلاجة عشان خاطر يبقى طعم الدخن فيه كويس، وكمان يتقشر معايا بسهوله زي ما انتم شايفين كده. انا بقشر الفلفل كويس قوي من اي قشر او اي بذور فيه، عايزه بس الفلفل يبقى كده صافي من غير اي حاجه. اقشرهم كويس بالشكل ده زي ما انتم شايفين، من اي بذور من اي قشر. بعد كده هحط معاهم حوالي 3 معالق كبار من الزيتون الاخضر الشرايح. احنا محطناش ملح في الجبنه في البدايه لان انا الجبنه بتاعتي اوريدي مالحه، لكن لو انتوا الجبنه بتاعتكم مش مالحه ممكن تحطوا نص معلقه صغيره من الملح، ما تزودوش علشان ما تملحش معاكم. كده خلاص انا قشرت الفلفل بالطريقه دي من اي قشر من اي بذور، وهحط بقى ال3 معالق كبار من الزيتون المخلي الاخضر، وهستعمل 4 معالق كبار من الجبنه الكريمي. هضربهم بقى في الكبه كويس جدا لغايه ما يبقاش في اي اثر خالص لا للفلفل ولا للزيتون، تبقى كده ناعمه تماما. هوريكم بقى دلوقتي بعد ما هنضربها هيبقى شكلها ولونها وقوامها حاجه بجد كده خطيره. بصوا اللون رهيب، كمان القوام خطير جدا. لو انتوا عايزين القوام يبقى اخف من كده شويه تقدروا تضيفوا في كل طعم من الاطعمه اللي انتوا عايزينها من معلقتين ل3 من اللبن الرايب او اللبن العادي، لكن انا بصراحه كده قوامها كان تمام، فانا بدات اقدمها بقى في الطبق. بجد مش قادره اوصف لكم لونها، حاجه كده بجد خطيره، وطعمها بجد الفلفل الرومي المدخن بجد طعمه حلو قوي مع الزيتون، حاجه بجد خطيره. تاني طعم بقى وهو برضو حاجة كده بجد حلوة قوي، وهو هنعمل ميكس ما بين البسطرمة والجبنة الرومي، بس بجد في الاخر نتيجته بتطلع حلوة قوي. شوفوا لونه
وكمان طعمه بجد خطير، شكله حلو قوي، قوامه كمان حلو قوي، كمان طعمه اتمنى تجربوه هيعجبكم جدا. اول حاجه عندي 3 معالق من الجبنه الرومي و3 شرايح من البسطرمه، ودول الاساسي بتوعي اللي هما ال4 معالق كبار من الجبنه الكريمي. وهضيف عليهم بقى ال3 معالق الكبار من الجبنه الرومي. ممكن على فكره تبدلوا الجبنه الرومي الجبنه شيدر، اي جبنه انتوا تبقوا عايزينها، مش لازم جبنه رومي، مع البسطرمه 3 شرايح كبار من البسطرمه. وهبدا افرمهم بقى فرم ناعم لغايه برضو ما بقاش فيه اي اثر لا للبسطرمه ولا للجبنه الرومي. بصوا بقى لونها وقوامها بجد خطير. زي ما قلت لكم كل قوام زي ما انتوا عايزين. تقدروا تخففوا القوام شويه ب3 معالق من معلقتين من اللبن الرايب او اللبن العادي. لو انتوا مكتفيين باللبن اللي انا حطيناه في البدايه فهو ده القوام بتاع اللبن اللي في البدايه اللي احنا حطيناه في الجبنه، ما حطيناش لبن تاني. لكن لو انتوا عايزين تخففوه شويه تقدروا تحطوا من الحليب او اللبن الرايب. بجد شكلها وريحتها وطعمها بجد حاجه خطيره. تالت طعم بقى وهو مختلف شويه، بس فعلا الكل بيسأل ايه الطعم الخطير ده، وهو المشروم. هنعمل جبنه بطعم المشروم، بس بجد حاجه كده خطيره. المشروم انا جبته قطعته شرايح، شوحته في الطاسه بمعلقه كبيره من زيت زيتون ورشه ملح، رشه فلفل اسمر، رشه بابريكا، واديله تشويحه، بس مش هخليه يدبل قوي عشان يبقى طعمه باين في الجبنه. فانا بس غير لونه بس واديته تشويحه بسيطه قوي كده، ريحته طلعت غير لونه، بدا يدبل، رفعته من على النار على طول. هحط ال4 معالق كبار بتوعي من الجبنه، وهحط بعد كده عليهم شرايح المشروم اللي احنا عاملينها مشوحينها بس كده بشويه توابل برضو تكون بسيطه قوي، ورشه ملح بسيطه. وهبدأ افرمه برضو فرم ناعم لغاية ما يبقاش فيه اي اثر خالص للمشروم. المشروم ما تحاولوش تغمقوه على النار، عشان لو غمقتوه قوي الجبنة بتاعتكم هتغمق قوي. فانا عشان كده بقول لكم تشويحة بسيطة بس يغير لون، يدبل بس حاجة بسيطة كده، وابدأوا ارفعوه على طول من على النار. شكله طعمه ريحته قوامه خطير. زي ما قلت لكم برضو لو عايزين تخفوا القوام شوية بمعلقتين من اللبن الرايب. حاجة كده بجد خطيرة، الكل هيسأل الطعم ده ايه. رابع طعم بقى وهو الحاجة بجد اللي انا يعني المحبب بقى ليا، وهو الطماطم المجففة بالزعتر. حاجة كده بجد خطيرة، لازم بجد تجربوا الطعم ده، لان الطعم ده احنا سيبناه في الاخر عشان بجد هو الجوكر بتاع ال4 وصفات، لان الطعم ده حقيقي عالي جدا جدا جدا. طماطم مجففه دي انا مجففاها في البيت، جايبه طماطم حجم وسط كده صغيره، مقطعاها 4 تربع، حطاها في صينيه على ورق زبده ورشه زيت زيتون بسيطه، رشه ملح بسيطه، وسبتهم يتشووا في الفرن لغايه ما وصلوا للون ده، او ممكن تشيلوها قبل اللون ده بشويه كمان. بجد بتبقى طعمها حاجه خطيره. هنحط برضو ال4 معالق كبار من الجبنه، وهنحط الطماطم المجففه، وهنحط معلقه من الزعتر المجفف او الفريش زي ما انتوا عايزين، او زي ما موجود متوفر عندكم. هنضربها بقى ضرب برضو ناعم جدا، ما بقاش فيه اي اثر خالص للجبنه للطماطم ولا للزعتر. وهقدمها، وبرضو عايزين تخففوا القوام شويه بشويه لبن رايب او شويه لبن عادي. بجد الطعم ده وهم، لازم تجربوا الطعم الاخير ده لانه بجد خطير، طعمه حلو جدا جدا جدا. بجد اتمنى تكونوا يكون الفيديو عجبكم، ال4 وصفات عجبوكم، ال4 اطعمه اتمنى تجربوهم، بجد هيعملوا فرق جامد معاكم. لو لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو. واتمنى بجد تجربوا ال4 وصفات حلوين قوي كمان في سحور رمضان، والف هنا مقدما.